فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، هي دي الآية؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. هي دي الآية؟ هي دي الآية، نعم. طيب أنت بتستدل بإيه؟ ديني الفاء هذه، هل هي فاء التفريع أم فاء الفصيحة؟ يا س... بص يا سيدي، دي فأقم وجهك للدين حنيفا. إيه علاقة طيب. فاء الفاء هذه بحرف الجر فيه؟ إيه علاقة فاء أعطينا حرف يا أخي، الفاء؟ تفضل ما تفضل علاقة أعطينا. حرف الفاء، ما علاقة حرف الفاء اللي هو حرف عطف، تمام، أو حرف استئنافي، بحرف الجر فيه؟ يعني أنا أخاطب العقلاء، أي أعطينا واحد الفاء عنده هذه مسحة يا عقل. أعطينا الفاء هذه شنو يا أخوي؟ فأقم انسى تو الفاء الظرفية، أعطينا الفاء هذه، فسر لنا فأقم الآية هذه في كريمة. السماء. أعطينا الفاء، فأقم وجهك، فاء هذه ما ما المقصود من علاقة الآية كريمة؟ أنت ما أزهري علاقة أشعري، الفاء فسر. هذه بفي؟ يا أخي فسر لنا الآية، فسر، ما يعني عنديش حتى تعليق، فسر الآية. تفضل تفضل فسر الآية. طب بس حط ميوت، اسمعني يا نسمع إخوة. فيك، تفضل. ما علاقة حرف الجر فيه بهذا الحرف فأقم؟ ممكن يكون استئنافي وممكن يكون حرف عطف إلى ممكن. آخره. ما علاقة بحرف الجر فيه؟ حرف الجر هذا اسمه حرف معنى. حرف معنى. حرف المعنى له عدة معاني، ممكن يكون معناه الظرفية، ممكن يكون معناه الاستعلاء، تمام، ممكن يكون لي أي معنى ثاني. له 14 يمكن حرف، يكون معناها الظرفية، له لأنه احنا حكينا 14 في معنى الظرفية، في الفئة لغة العرب. الظرفية، أنه عاد على كلامه وقال يا أخونا ممكن بس يكون اسمعني، ظرفية. اسمعني بس، اسمع لا اسمع، تقاطع. لا ليه لا مانيش تقاطع؟ سامعك. ليه تقاطع؟ طيب مانيش سامعك، وأنا نزلتك من الحساب الآخر باش ليش نقول لك نزلت؟ علاش. عشان ما عندكش مانيش اجابه سامع. يعني؟ عشان ما عندكش اجابه باش نزلت. نزيد نزلك أنت معاه. ايوه باش نزلني معاه، نزيد يلا نزلك معاه. نزلني معاه. نزيد نزلك أنت معاه. باش ايوه نزيد نزلني نزلك معاه معاه. يلا. باهي تفضل. باش نقول لكم علاش، لأنكم بكل اللهم بساطة. صل على سيدنا هذا الدرس وعلى آل سيدنا محمد.